يعني ايه تكون شخص فعال؟ يعني ايه تبقى منظم في حياتك وناجح وتقدر تسيطر على حياتك بشكل كبير جدا؟ اليوم هنتكلم عن واحد من اشهر الكتب في التنمية الذاتية، كتاب العادات السبع للناس الاكثر فاعلية لستيفن كوفي. هنحاول مع بعض كده نطلع عصارة الكتاب ده ولكن في دقائق معدودة علشان تقدر تطبق النصايح دي بسهولة جدا. العادة الاولى وهي كن سباقا. ببساطة كده واحنا سخنين في الكلام ما تستناش ان الظروف تحركك ولا تخلي حاجات بره ارادتك انها تتحكم فيك. لازم تكون انت اللي بتقول انا مسؤول عن حياتي وانا اللي هاخد القرار، مش زي الشخص اللي دايما ضحية للظروف. اي حد يقول له كلمة يسمعها، اي حد يقول له قرار ينفذه. خدها نصيحة، كل ما تحس ان في حاجة مزعلاك ابدأ اسأل نفسك وقول ازاي اقدر اسيطر على الموقف ده. العادة التانية، ابدأ والنهاية في دماغك. عايزك تتخيل نفسك معايا كده بعد 10 سنين انت عايز تبقى ايه. علشان كده لازم تحط اهداف واضحة من دلوقتي. لو انت ما عندكش رؤية او ما عندكش اهداف تقدر تخطط لها صدقني هتضيع وسط الزحمة. اكتب احلامك وكل يوم حاول على قد ما تقدر انك تخطي خطوة تجاهها. جربها دلوقتي وقول لنا في الكومنتات لو حياتك كانت فيلم هيبقى عن ايه. العادة الثالثة وهو انك تقدم الاهم على المهم. مش كل حاجة مهمة في حياتك تستحق وقتك، عايزك تركز على المهم مش العاجل، زي مثلا تطوير نفسك، صحتك، علاقاتك. ما تخليش مشاويرك اليومية تخليك تنسى احلامك الكبيرة. خد بالك الوقت مش هيجي ليك لوحده، ولكن لازم انت اللي تاخد الوقت ده وتبدأ تشتغل على نفسك وتطور من نفسك علشان تحقق أحلامك. العادة الرابعة، عايزك ما تبقاش زي اللي شايفين الحياة عبارة عن سباق، اما هو يكسب او انت في التعاملات. عايزك تدور على حلول تكسب فيها انت والطرف التاني، ده هيفتح لك ابواب كتير جدا جدا. السر دايما في العلاقات الناجحة اللي مبنية على الثقة والتعاون مش المنافسة العمياء. العادة الخامسة اللي عايزك تتعلمها، حاول على قد ما تقدر انك قبل ما ترد تسمع الاول، لأن الناس دايما بتحب اللي يسمعها بصدق. لما تقدر تفهم الطرف التاني هتقدر تقدم رد مفيد ومقنع. وتذكر دايما المقولة دي، اللي يعرف يسمع يكسب. العادة رقم 6، اتآزر مع غيرك. لما تبدأ انك تتعاون مع ناس مختلفة عنك هتبدأ تولد جواك أفكار جديدة. الفرق القوي دايما في الأفكار بيبني بعضه. جرب شوف ناس تكمل نقاط ضعفك وابنوا مع بعض.